شايف ده؟ ده كوليسترول. يا نهار اسود الجاكيت باظ. اهلا بيكم في مقارنه احسن كيلو جمبري في القاهره. انا هقارن كيلو جمبري. الكلام هنا عند استريديا وطرح البحر وعندك اولاد سمير. وتعالوا نشوف ونوزن كيلو الجمبري جاي قد ايه. وكيلو الجمبري المشوي ب 600 جنيه و40 جنيه توصيل. وتعالوا نسمي الله ونوزن ونشوف. يلا بينا. تعالى كده اطلع لي يا عم كده يلا. وجرجير وطحينه وايه انتوا ايه عاملين سحر ولا ايه؟ ايه يا جدعان كل ده تخليف؟ ايه ده؟ ريحه جباره. ريحه اجرام. هات لي طبق فاضي احط فيه الجمبري. يا سلام على الجمبري المشوي. يلا 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 اهو. طالع قدامك قد ايه؟ 925. يعني يعتبر الكيلو ناقص حاجه بسيطه خالص. ونلم العفش بتاعنا بسرعه ونرجع لكم تاني. وده حجم الجمبري عند اولاد سمير. الكيلو ب 600 جنيه. ويا صديقي اصغر من حجم شريمب زون. شريمب زون الجمبريه اكبر من كده شويتين الحمد لله. يلا مش عايز ادخل شريمب زون في الحوار دوت عشان ما تقولوش يا هاني انت عامل المقارنه دي عشان تقول ان شريمب زون احسن واحد بتاع جمبري. لا انا هقول لكم احسن واحد في الثلاثه دول. ماليش دعوه بشريمب زون. وده منظر الجمبريه بعد ما اتقشرت. هي سكر. طب بجد فعلا بامانه الله جمبريه مسكره فعلا. تعالى كده تعالى بص. شايف ده؟ ده كوليسترول. يا نهار اسود الجاكيت باظ. الجمبريه بتقشر بسهوله ويسر. اطول عليكم. يلا على اللي بعده. في تاني واحد معانا استريديا والكيلو ب 1145 بالتوصيل. تعالوا نسمي الله. عايز اقول لكم ان ريحته بقى ايه جميله. وتقريبا واحد رز شويه ليمون. رز بالخلطه. عاملين رز بالخلطه. ريحته بقى ايه ضربه في المكان. هنا صحيح السعر اغلى بس جمبريه اكبر. جمبريه ايه في صوص. بص هنا بقى. هات لي المعلقه. ارجع كده. هات لي المعلقه عشان الكوليسترول يبقى فين؟ يبقى الكوليسترول في السماء. هات يا عم شويه حلوين. شوربه ايه واخده بهاريس رصان الجمبري. وتعالوا نوزن كيلو الجمبري. يلا زي ايه لحد دلوقتي طمني. وهنا الكيلو كيلو بالظبط. وهنقول يمكن عشان هنا الميه اكتر شويه في الجمبري. ايه بص بقى هنا بقى دول بهاريز. شايف لون الفسفور عامل فيهم ازاي؟ انا خاف ايه كده الكوليسترول يعلى. انا بخاف على كوليسترولي. بقشر كده. وهل الجمبريه سهله التقشير؟ سهله التقشير بردك مش صعبه التقشير. رغم ان انا لابس جلافز يا جماعه فده بيصعب التقشير في الجمبري بالذات. وده حجم الجمبريه وده شكلها. بسم الله. ده جمبريه بردك مسكره. بس هنا التتبيله فيها ايه؟ في حبهان حاجه زي كده. في طعم حبهان سنه صغيره او تقريبا جوز الطيب زايده سنه. تعالوا ناخد واحده كمان. بص اصلا فاتحين الجمبريه للاخر ازاي. تعالوا نسمي الله ونقشر لنا واحده كمان. مش خساره فينا. تعبتني شويه عقبال ما قشرتها بس اتقشرت بردك وزي الفل. وعلى مبدئي الجمبري جميل لكن الرز مش عاجبني. ولا بيعجبني رز في مطعم السمك. تعال نخش على بعض. ايه تالت واحد معانا طرح البحر. وتعالوا نسمي الله. كيلو عامل 1035. الكيلو نفسه ب 950. واحد رز ب 35 وخدمه توصيل 50 جنيه. وجاي معاها عيش اللي انا بحبه وطبق الرز وطبق ليمون. هل اصلا الجمبري لما يتعصر عليه ليمون هو بيبقى حلو ولا لا؟ بيبقى حلو في حاله المشوي بس. يعني ما تاكلش ايه او الجمبري اللحم المقلي هو اللي ينفع يتعصر عليه الليمون. تعالوا نشوف كيلو الجمبري عند طرح البحر ب 1000 جنيه يعتبر. ريحه ايه؟ ريحه جميله وشكل اجمل. هنا في بهاريز بردك وشكلها تقيله. هات لي معلقه. بص القوام. بص ايه ده؟ قوام تقيل البهاريز. مش حراقه. عارف ان قوه البتاع ده. تعالوا نوزنه. يلا. وهنا بردك الحجم ما بين الاتنين. يعني ما بين ده وما بين ده. بس ايه بص الكيلو كام؟ 850 جرام. وهنا اقلهم وزنا شويه. بس للامانه هي هنا القوام يعني ايه
تحس بص برضك فتحه الجمبريه، بص ده يا جماعه لازم يفتحوها كده بجد عشان النظافه. يعني ايه في حته بس دي ايه غلطه، بس لا دي طلعت حته شبك مش حته من السلسله. تعالوا نقشرها، وهل هي سهله التقشير ولا لا؟ اهي بتطرطش بتطرطش يا عم الحاج فسفور. بص راس الجمبريه، بص يا صديقي، ده نسبه فسفور فوق، لازم تاكلها. بس انا مش عايز اضايقكم قدام الكاميرا واقعد اشفط في الجمبري والاصوات اللي انا عملتها من شويه دي. ايه دي حاجات ما تنفعش قدام الناس. حاسس ان طرطشت في كل حته في المكتب، ريحته جمبري. بس يعني هو صاحبه يعني بتاع برفانات، ما صاحبه بتاع جمبري. بص المنظر، دي منظر الجمبريايه ونسمي الله. هنا الخلطه قويه، طعمها حلو، محليها طعم الجمبري وواضحه في طعم الجمبري. تعالوا نشوف الرز مع ايه، مع الجمبري ده هيعمل ايه. تعالوا نسمي الله. البصل الكتير بتاع الكشري ده، عارفين البصل الكبير، بص قطعه البصل عامله ازاي. هم ليه بيعملوا كده؟ انا مش فاهم. هل دي عادي عند بتوع السمك؟ مع ان لما رحنا اسكندريه ما كانش عندهم الكلام ده، اسكندرانيه نفسهم ما بيعملوش رز زي كده. وعلى المبدا يا رجاله، مفيش رز بيعجبني في مطاعم السكون. يلا قشر يا عم، اتخلت بكل سهوله ويسر. هو واستراليا نفس الحجم ويعتبر نفس السعر. بس هنا انا حاسس ايه بقى، عايز تتعمل كده ليه؟ لا خد الصوص بتاعك واطلعي جمبري. يعني الواحد لما ياكل جمبري لازم يبقى مبسوط. وفي النهايه الثلاثه عظمه على عظمه، مفيش كلام، الثلاثه حلوين قوي. كل واحد فرق تتبيله، الحجم اقل لهم شويه اولاد سمير، وفرق سعر. طبعا هو اقل يعني 600 جنيه كيلو، وهنا 1000 جنيه او 950 مثلا، فرق حوالي 300 جنيه لو هتاكل الحجم اقل شويه. الجمبري يطلع كام واحده؟ يطلع حوالي 20 25 جمبريه، والحجم اللي هو الصغير شويه يطلع حوالي 30 جمبريه. كانوا معاك هاني فود. لو حابين اكمل مقارنات سمك وجمبري قولوا هاني كمل. انا اصلا عملت الحوار ده عشان انتوا قعدتوا تقولوا هات شريم بزون وقارنوا ومحلات السمك. لا مش هقارن، اقارن لكم محلات سمك ببعض. وعايز اقول لكم بجد الثلاثه طعمهم حلو قوي، مش هكذب. مش عشان صاحب مطعم جمبري اوقع الناس، لا خالص، بما يرضي الله. احنا 100 مليون بني ادم، مش لازم 100 مليون بني ادم يجوا شيرين بزون والمحلات كلها كده. لا الثلاثه حلوين الصراحه، مش هكذب. كانوا معاكم فوق. سلام.